بسم الله الرحمن الرحيم. تصريحات المجلس الأعلى للإعلام وعبد الله السعيد ومشكلته مع الأهلي اللي تفاقمت وظهرت على السطح مرة واحدة. طبعا زي ما انتم عارفين ان نادي الزمالك الكلام اللي قاله المستشار مرتضى منصور قلب الدنيا على نادي الزمالك، وطبعا المجلس الأعلى للإعلام طلب تحقيق في عدة نقاط، منها الموظفين ومنها كلام المستشار مرتضى منصور اللي ما كانش صراحة له لازمة. صراحة احنا مش مسؤولين سياسيين نتدخل في السياسة، احنا بنحب المستشار لانه بياخد حق الزمالك، الرئيس الوحيد اللي جه الزمالك على مدار تاريخه بيعرف يتكلم، بس في الفاظ ما يصحش انها تتقال، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده اكثر من مره. فطبعا احنا مش يعني دلوقتي الارصده محجوزه عليه، كمان القناه هتقف، مش هتلاقي برضو مشاهده، مع انها جابت في اليومين بتوع مرتضى منصور دول يا جماعه قناه الزمالك جابت 200 مليون مشاهد. يعني النايل سات رصد 200 مليون مشاهده، اكبر نسبه مشاهده على اليوتيوب واكبر نسبه مشاهده على النايل سات. يعني المفروض حاجه زي دي نستغلها بالايجابيه، ما نستغلهاش بالسلبيه، ان يطلع مثلا المستشار مرتضى ويشتم هنا في كل اتجاه، يشتم الممثلين ملناش علاقه بيهم، يشتمهم رؤساء انديه يشتمهم. ما كانش فيه داعي للكلام ده. كفايه اللي نادي الزمالك فيه، نادي الزمالك اصلا بيتربصوا له من اي اتجاه. يعني اي حاجه ما فيش مشكله في نادي الزمالك هم بيطلعوا يعملوا مشكله لنادي الزمالك عشان يبقى فيه مشاكل على السطح والاستقرار بتاعه ينضرب. ما بالكم بقى اي حاجه هيصطادوها هيعملوا فيها والاعلام هيتكلم عليها والدنيا كلها تتقلب والفيس كله هيتقلب. اي حاجه لنادي الزمالك هم مش عايزين له الاستقرار، ودي حاجه ظاهره لكل مشجعين نادي الزمالك وكل الناس الاعضاء وكل المسؤولين في نادي الزمالك. تاني نقطه بقى تصريح النهارده بتاع عبد الله السعيد اللي قال فيه لصحيفه انجليزيه، قال لك توقيع لنادي الزمالك قتلهم، او قصده مجلس اداره الاهلي والمسؤولين عن النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده اتخذ قرار بمنع عبد الله السعيد ان يدخل النادي مدى الحياه، دي اول نقطه. تاني حاجه عبد الله السعيد يا جماعه يعني الامور وصلت معاه لابعد الحدود. لعيب كوره عادي جدا، عادي جدا، عالي لكن لعيب كوره. الاهلي مش هيقف عليه انه مثلا يحاربه في كل حته. ابراهيم سعيد لما مشي من الاهلي اتحاد الكوره بقياده مين، عبد المنعم، مش فاكر الاسم جامد، بس عصام عبد المنعم، حط اكبر غرامه للعيب انتهت عقوده مع الاهلي 1,600,000 جنيه لازم يدفعهم. زمان ايام المليون كان يشتري 3 لعيبه على اعلى مستوى. فحط ان لازم يدفع ابراهيم سعيد للاهلي لا اما ما يلعبش، ما فيش اي بند ولا اي حاجه، وتمسك اتحاد الكوره بكده عشان ما يروحش الزمالك. هتحسدها ضربه قاضيه انه يروح من الاهلي للزمالك، والله ما ينفع. عبد الله السعيد عقده انتهى مع الاهلي، واخر 6 شهور يحق لاي نادي زي ما انتم عارفين انه يفاوض اللعيب بقى في اخر 6 شهور، زي مش اشرف بن شرقي. الاهلي دخل في مفاوضات وعادي لو خده عادي. الاهلي لا، راح جاب تركي آل الشيخ لما عرف انه وقع للزمالك وعمل له امتداد للعقد ومشكله وتركي آل الشيخ راح جايب 2 لعيبه للزمالك وجاب المدرب للزمالك عشان صوره الاهلي ما تتهزش، عشان الزمالك خد صفقه القرن من الاهلي. يا جماعه والله ما ينفع. طبعا القصه دي طلعت على السطح تاني دلوقتي، مش شكاوى اللي الاهلي باعتها عايز يوقف عبد الله السعيد، لجنه التسويه 2 مليون على عبد الله السعيد، حاجات غير مشروعه في اللاعب بيشتكيهم بره. اللاعب تصريحه النهارده هيج الدنيا كلها، اما قال لهم، اما قال توقيع النادي الزمالك قتلهم، وانه عايزين يدمروا مستقبلي باي طريقه عشان رحت النادي وانا قضيت 6 سنين مع الاهلي ما عملتش اي مشكله وما اتكلمتش وكنت لاعب مميز زي ما انتم شايفين. وده فعلا اللاعب اللي بيقولوا ده كله حصل بالفعل، لكن المسؤولين في النادي الاهلي مش عايزين كده. انا اخد لعيب من نادي الزمالك واخد لعيب توب من نادي الزمالك، انا اخد كهربا واطلعه بره واهربه وما ادفعلوش الغرامه واعمل اي مشكله نادي القرن واللفتات، بحيث ان انا اخد ما ادفعش غرامه كهربا 70 مليون، قصد ال 60 مليون اللي غرامه اللي على كهربا يبقى قصب بعض، ومش هندفع غرامه كهربا، مع ان الميزانيه الضخمه للنادي الاهلي اللي اعلنوا عنها 3 مليار و800 مليون، ده حاجه جامده. طب ما تدفع، بدل انت جالك وفر في الميزانيه كده وعملت استثمارات هايله، طب ما تدفع غرامه كهرباء وتريح دماغك. لا، نادي الزمالك هعمل له اي حاجه، اي دروب واي حاجه، والناس هتقف معايا واشتكي في محاكم ومش عارفه وما ادفعش الغرامه واشتكي بالتزوير واطلع من هنا لهنا، انا اللي ماسك الدنيا كلها والاعلام بتاعي هو اللي منتشر في البلد بحد. ما ينفعش، دي مش كرة قدم.
لعيب مضى النادي من حقه يمضيله يروح مع السلامه. ده الزمالك نفسه بيعمل يروح مع السلامه. ده الزمالك طلع من عند ابو جبل ما رضاش يرجعه، هو في اشد الاحتياج ليه. ما كانش محمد صبحي هيرجع، في اشد الاحتياج ليه ما رضاش يرجعه. قال لك خلاص مش مضى لنادي بره وساب النادي، طب يروح نادي تاني بعد فسخ عقده مع نادي النصر السعودي. الزمالك ساب طارق حامد، اللي بقى يقول لك ما طارق حامد هو الاساس، طارق حامد هو التوب نمره واحد في الزمالك، سابه وما وقفش على اللعيبه دي، وساب غيرهم وغيرهم وغيرهم. الزمالك ساب لعيبه كتير جدا، ساب اشرف بن شرقي احسن جناح شمال في مصر بحال في 10 سنين عدى، وسابه وما فيش وما وقفش عليه، بل بالعكس حقق بطوله الدوري من غيره ومن غير كل اللعيبه دي. يا جماعه مسؤولين الاهلي المفروض ما ياخدوش الامور بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. يروح نادي الزمالك دي ضربه قاضيه ليا، لان مسؤولين الاهلي بياخدوا الامور دي. رئيس الزمالك ما بيمشوش جمهور صراحه، مع طبعا ان احنا في حاجات كتير احنا بنتكلم ان رئيس الزمالك في سلبيات عنده كتيره زي كل الناس، لكن رئيس الاهلي السوشيال ميديا الاهلاويه هي اللي بتمشيه صراحه. يعني السوشيال ميديا يعني اهم حاجه عنده هو بياخدوا قراراتهم منها، ما بيمشيش فكر بتاعه او فكر مجلس الاداره، لا شوف السوشيال ميديا تتجه اتجاه يمشي مع الاتجاه. فاحنا مش عايزين الامور تتطور زياده عن كده، واحنا قاعدين دلوقتي داخلين على كاس عالم. يعني الدوري عندنا موقوف وداخلين على كاس عالم، عايزين الامور تبقى هاديه، مفيش تصريحات من الجانبين. نادي الزمالك رئيس النادي الطلوع يبقى محدود ومفيش غلط في اي حد، احنا بنتمنى كده. نفس الوضع النادي الاهلي، لعيب من النادي الاهلي راح نادي الزمالك ما يروح مع السلامه، ايه المشكله؟ مفيش اي مشكله. عايزين امور هاديه ونعامل بعض باحترافيه. يعني نعامل بعض باحترافيه، مش نروح مثلا مفيش نادي بره ولا انديه بره، النادي بيبقى محتاج اللعيب اللي هو عايزه بس، ما بيروحش يفاوض لاعب مجرد لاعب فريق داخل عايز محتاجه، لا انا هبوظ الصفقه عليه واعلي واركنه على الخطوط زي زمان. مفيش الكلام ده. اخر الدوري عندهم بيبقى دوري قوي، كل واحد جاي باحتياجاته مش بالمنظر اللي عندنا ده. اتمنى الامور تبقى هاديه عشان كاس العالم، واتمنى في كاس العالم خاصه صراحه المنتخب العربي المغربي انه يحقق نتائج هايله، وكل العرب، بس انا بحب المنتخب المغربي. يعني لو كانت مصر موجوده مثلا كنت مثلا هشجع مصر وبعدين المنتخب المغربي. اتمنى المنتخب المغربي التوفيق، هم طبعا فريق قوي جدا، ما ضمش اشرف بن شرقي، اغلبهم محترفين بل كلهم محترفين في انديه كبيره جدا بره. اتمنى لهم التوفيق وانهم يشرفوا العرب ويشرفوا افريقيا بحالها. اتمنى للفرق العربيه والافريقيه التوفيق في كاس العالم. بنهايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.